التحكيم الفاجر، التحكيم الفاحش. استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ بيقول لك ده الحكم رقم واحد في العالم واطول واحد في العالم زعزوع، انا مالي؟ انا استفدت ايه؟ انا تعالى لي على حجري يا حلو يا كتالونيا يا جميل. انت دلوقتي مش عارف تكسب نابولي في الحاله المنيله ب 60 نيله اللي هم فيها. كان عندهم سباليتي ومشوه، او هو مشي. بعد كده كان عندهم رودي جارسيا ومشوه، كان عندهم ماتارازي ومشوه. جابوا دلوقتي مدير فني المنتخب احنا مش عايزين نعرف اسمه اصلا في اوروبا يدربهم. يعني هم على الله حكايتهم وعلى الله ان شاء الله، وما عملوش اي حاجه في اي حاجه. ويعني ايه انت يا روح قلبي، انت اللي خليت مارتينيز اللي كنت بتلعبه في الدفاع يعني وقع الوقعه المضحكه دي، واوسيم اللي خده ولف، او مش خده ولف، هو وقع لوحده فخد الكرة ولف وطك. خد يا عم تير شتيجن وفين يوجعك، وجول التعادل. والجول اللي جابه ليفاندوفسكي قبليها ده، يعني بص هو ايه، جاب جول واحتفل وبتاع وكده، وفي الاخر اللي حصل ولا كأن حاجه حصل، عادي خالص، ولا كأنكم كسبتوا او كنتوا كسبانين وعادي خالص، عادي. فرينكي دي يونج سايب مكانه هو وكريستنسن، وقاعدين ايه بيقفلوا الاطراف. طب وعمق الملعب اللي جندوجان وبيدري يعني ايه ده؟ ايه ده يعني اول مره اشوف يعني اطراف الملعب هي اللي ممليه. طب والعمق ده يعني، والعمق طيب، العمق اللي كان قافله كريستنسن وديونج، وبقى يروحوا ايه يقفلوا الجناب لان بدري وديونج مش قادرين ان هم يرجعوا يأدوا الادوار الدفاعيه اللي كانوا بيعملوها. يعني ايه في ايه يا جماعه؟ مالكوا ايه يعني ايه بعدين؟ الحاجه اللي تضحك ان ما تيجي رجع، بس ده رجع الفرقه ما شافتش في وشها. يعني ايه انت راجع ليه؟ يعني عارف انت راجع ليه بجد؟ الفرقه ما شافتش في وشها، مفيش حاجه عدله، واخد بالك؟ الباك اليمين الباك اليمين بتاعك كوندي. يعني بص على طول حاسس ان هو مخنوق. يعني هو بيلعب في الملعب وهو مخنوق. انا ايه اللي جابني هنا؟ يعني عارف، انا جيت في مكان مش في مكاني وبلعب في مكان مش في مكاني. يعني انت فاهم، هو ده اللي هم بيفكروا فيه. كانسيلو الناحيه التانيه، انت عايز المفروض بقى ادفع البند الشراء وبتاع وكده ويبقى موجود بقى طيب ادي كانسيلو، يعني يبقى بتغطى وانت جاي تنام. ماشي طيب. اروخو اللي بيقول لك دلوقتي من دلوقتي ان هو ايه، هو ده المدافع المستقبل للنادي ومش عارف ايه. ده بايرن ميونخ هناك عنده استعداد يدفع 100 مليون وياخده دلوقتي بعد الهبل اللي هم فيه، ومشوا توماس توخيل خلاص. كريستنسن يا عمي انت بتلعبه في نص الملعب مكان بوسكيتس، او ده المفروض بوسكيتس يعني بتاع دلوقتي. طيب ايه بقى؟ ايه ده؟ انا المنظر نص الملعب فضي، العمق فضي، بدري وديونج مش قادرين يرجعوا. طلعهم من بدايه الشوط الاول، الشوط الثاني اسف، طلعهم. لكن ايه العبث ده؟ ايه ده؟ معدلات البدنيه وقعت قوي، وقعت، اللعيبه مش قادره. تشافي واضح ان هو يعني عمل اللي عليه وذاكر، لانه ماشي اخر الموسم بس عمل اللي عليه وذاكر. لكن اللعيبه مش قادره تقول مكسرين الدنيا في الدوري الاسباني مثلا ولا حاجه بعد الشر عليهم يعني. ده حاجه عبثيه والله حاجه نادي عبثي، نادي مش لاقي ياكل، وجاي يقول لك ايه تعاقد مع امبابي يا لابورتا، تعاقد معاه. فقال له انت ما تعرفش حاجه، قال ابو شخ، قال انت ما تعرفش حاجه، انا الطلعه انت ما تعرف يعني ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ والناحيه التانيه نابولي كفارس تخيليا، يعني حاجه بص ايدك منه والقبض دلوقتي. يعني هو محتاج يروح نادي ينفض التراب اللي عليه. اوسيمان يعني عارف اللي هو ايه، يعني الفريق كله نابولي ما كانش موجود قبل ما برشلونه يجيب الجون اللي هو جابه. يعني برشلونه جاب الجون من هنا، الدنيا باظت بقى، الدنيا باظت.
لان ميرت مش السجاير، باين في سجاير اسمها كده. الحارس بتاع نابولي افتكر حراسه المرمى، يعني افتكر ان هو حارس، وافتكر ان هو انا بصد بايدي وعندي جوانتي ومش عارف ايه، من الكورتين اللي شالهم من برشلونه الشوط الاول بتاعت ليفا. لكن انت بقى الشوط الثاني، طيب انت لعبت يمين يامال ولا جمال يمين ولا مش عارف اسمه ايه ده، لعبته. رافينيا وجواو فيليكس نزلوا. طيب ليفاندوسكي بنزينه قطع، بنزينه قطع زي بقيه الفرقه. فانت بدأ الماتش صح، لكن اللي حصل بقى بعد كده سف وترول، زي ما انا عمال اسف وترول على الفرقه دلوقتي عشان اكون صريح معاك. وبعدين في حاجه مضايقاني، هو انت مش عارف تفرق ما بين ان انت بتدعي مين للمثليه؟ يعني انت بتدعي، يعني احنا العرب، احنا جاي طبعا انا بشجع ريال مدريد يعني الحمد لله، يعني ها شوف الفرق ما بين ريال مدريد وبرشلونه في الحته دي. شوف، بتدعونا احنا ان احنا نبقى مثليين، نبقى مثلك في ايه؟ يعني انت عايز ان انا ابقى مثلك في ايه؟ حاجه قذره جدا، وحاجه يعني ايه تخليك يعني تلعن سلسفيل ده نادي، على تاريخ ده نادي، على إيه؟ الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. يعني انتوا اصلا بيتكم مخروب لوحده، يعني انتوا مش مستنيين ان انا بيتكم مخروب وانا عامل الفيديو ده والله العظيم عشان اقعد اتريق. يعني انا بشجع ريال مدريد، فعامل الفيديو عشان اتريق. انا ما بتكلمش في الكوره قوي في الفيديو ده، ما بتكلمش في الكوره، انا فاتح الفيديو ده اتريق وازف. ايه ده؟ بتقول الايه يا لا مؤاخذه؟ يعني اللا مؤاخذه واللا مؤاخذه اكتر منه، تقول الايه؟ ما ده تماما فريق الناحيه التانيه بيبني جيل للمستقبل لريال مدريد، وانت بتبني جيل، بس جيل لا مؤاخذه زيك. يقول لك اصل النهارده اليوم العالمي للمتاخدين، نادي بيدعم الكيان الصهيوني ابن الوسخ، ونادي بيدعم المثليين. حاجه مقرفه، حاجه مقرفه. شويه مش عايز اقول الفاظ، شويه ناس ولا عندها دين ولا عندها اخلاق ولا عندها فكره حتى تنقذ النادي بتاعها ال 260 نيله. وبعدين انت لو بتاخد مقابل مادي قصاد ان انت بتدعم الحاجات اللي زي دي، او بتدعم الكيان، ربنا ياخدكم انتوا الاتنين في يوم واحد، خلاص قصاد ان انت بتعمل ده. طب انت فين بقى؟ انت فين بقى في ارض الملعب بقى؟ انت فين؟ انت برشلونه فارق، ريال مدريد فارق برشلونه، جيرونا فارق برشلونه، مفيش حد ما فرموش. فتشافي خلاص يا عم، ايه المشكله فيا؟ اديني ماشي، يلعنكم يلعن عميتين، ده نادي عادي. فللاسف ده بقى النادي. يعني انا كمشجع ريال مدريد ماليش علاقه ولا جمل، الشابو يخلقشي بص يولع في ام النادي ولا يخصني ولا يفرق معايا. انا عامل الفيديو ده سف وتقول له والتاريخ، انا وش اهو، انا مش عاجبك كلامك بتصرف وش. ده نادي لا يستحق ان هو يكون موجود اصلا، ولا ان حد ايه القرف ده؟ ايه ده حتى انت في الملعب فنيه زي الزفت، زي الزفت. ولا جبت صفقات ولا جابوا اللعيب اللي كنت هتجيبه راح توتنهام، وحاجه نيله، حاجه نيله. وزي ودفرنج ديونج يقعد يقول لك ايه عليكم كصحفيين ايه تحري الدقه. يا شيخ تنيل، يا شيخ تنيل على خيبتك، يا شيخ تنيل. ده انتوا شوف في قلب الملعب عندكم بعد ما جبتوا الجون يقول ان انتوا اتهطلتوا. يا عم اقعد على جنب والنبي، بس ما تقرفناش، تقرفناش احنا قرفانين لوحدينا. ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ ايه ده؟ ايه البيبي اللي انا كنت قاعد بتفرج والله العظيم عايز نابولي يكسب. نابولي يا سلام، ده حد مش هو الفيرجن ده، لكن انا عايزه يكسب. ده ايه النادي ده؟
يعني انا ما اظنش ان برشلونه مشكلته ماديه بس، مشكلته اقتصاديه بس، المشكله في الافراد، الناس الوسخه اللي قاعده جوه، الافراد الوسخه اللي قاعده جوه، من اول بارتيميو من زمن الزمن يعني. فالنادي ده لما انا كنت بشوفه وانا صغير ما كانش كده، برشلونه ده ما كانش كده. لكن انت بتدعم الكيان وبتدعم المثل، انا مش عارف ايه في فاضل ايه قذاره تاني عشان تدعمها، ما اعرفش، انا مش عارف، انا مش عارف ايه اللي فاضل، يعني ايه يعني ما اعرفش، ما اعرفش يعني هل هتدعم مثلا ايه تاني قذر في الحياه، ما اعرفش. فاللي بيحصل في نادي برشلونه ده طبيعي، وطبيعي ان انا واحد زي عربي مسلم وما مشجعش النادي كمان، ماشي قاعدين قلتها لك يا سيدي عشان ايه ما تبقاش حزقاك قوي وانا بتكلم، ماشي ان انا اطلع اتريق واسف واغلط في النادي كمان. ليه؟ لان هو ولا عامل اعتبار لينا احنا حتى ناس منافسين ليه، ماشي، ولا عامل اعتبار ليك انت شخصيا كواحد عربي اصلا، مش عامل اعتبار ليك. فحاجه في منتهى القذاره، في منتهى العفانه، وده ما يستحقه، لك ما تستحقه، هو ده ما تستحقه، لك ما تستحقه. انت تستحق ان انت ما تكملش في بطوله، انت مش هتكمل على الطلاق تخرج بفضيحه. افتكر مصطفى ايه، لو خرجتش من الدور الثمانيه او من دور الدور ده هتخرج من الدور اللي بعديه قولا واحدا. خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان وبس. ده الواحد كان عنده كلمتين كان لازم يقولهم، كان لازم اطلع في الوقت ده اقول الكلمتين دول عشان يبقى ضميري مرتاح. انت مش عاجبك الكلمتين اللي قلتهم، ان شاء الله عنهم عجبك. سلام عليكم.